حقيقة إيقاف القيد للزمالك، ميدو واتحاد الكرة الجبلية في ورطة بعد وقف دونجا. هل الزمالك ينسحب من القمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة هنتكلم في 3 مواضيع مهمين جدا. لو عجبكم المواضيع ديت يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم جديد، ويا ريت تكملوا الفيديو للاخر لانكم هتستفادوا منه جدا. اول حاجه هنتكلم فيها هو حقيقه ايقاف القيد للزمالك. خرجت اخبار كتيره ان هو هيتم ايقاف القيد لنادي الزمالك علشان عقوبه خالد ابو طيب. المعروف ان الزمالك كان عنده مشكله قضائيه في الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هم الفيفا، وكان ما بينهم مشكلة ان الزمالك ما دفعش المستحقات الكاملة لخالد ابو طيب. اولا مفيش اي عقوبة خرجت لغاية دلوقتي، ومفيش اي قرار من المحكمة الرياضية خرج لغاية دلوقتي، ولا المحامي الايطالي بتاع الزمالك قال اي حاجة لغاية دلوقتي. وفي مسؤول من الزمالك قال لك ان مستحقات اللاعب المتأخرة هي 180 ألف يورو فقط، ولكن ابو طالب كام؟ حوالي 3 مليون يورو، وهي عباره عن قيمه العقد بتاعه بالكامل زائد اللي هو المستحقات المتاخره اللي عند نادي الزمالك. الحاجه الوحيده اللي هو اللي على نادي الزمالك في الوقت الحالي وان هو موقف له القيد هو فلوس شيكابالا. فلوس شيكابالا هي 1.5 مليون دولار للفريق البرتغالي سبورتنج لشبونه، والزمالك لو هو فتح المبلغ ده هيفتح القيد تاني ومش هيبقى عنده مشاكل. لكن في الوقت الحالي مفيش اي مشاكل او اي عقوبة على نادي الزمالك من خلال خالد ابو طيب، كلها كلام فنكوش، مفيش اي حاجة حقيقية للوقت الحالي. ده اول موضوع. الموضوع الثاني اللي احنا هنتكلم فيه هو ميدو. وعلى التويتر ميدو طلع وقال، هو طبعا ميدو بينتقد الاتحاد الكرة المصري، وقال صباح الخير، اوعى اجازة العيد تنسيكم ان طول عمر ما في عامر حسين وجمال علام بيفكروا اصلاح وتطوير الكرة المصرية وموجودين على رأس الكرة المصرية، ان احنا مش هنشوف خير وهنفضل نتراجع في كرة القدم. والله ما في اي مشكلة شخصية معهم، بس لازم الناس دي تختفي من على الساحة ونجيب شباب مثقف بتفهم وتدير الكرة المصرية. ده كلام ميدو، ان هو بينتقد اتحاد الكرة المصرية، بالذات 2 عامر حسين اللي بقاله حوالي 25 سنة، يعني ما عادش فيه في مصر غيره، وجمال علام اللي برضه قاعد ما تفهمش قاعد بيعمل ايه. هي السلطة يا جماعة لها رونق خاص جدا محدش بيقدر يسيبها بسهولة. من خلال موضوع ميدو ده هنخش على موضوع مهم جدا وهو موضوع دونجا. ايه هو بقى موضوع دونجا بالظبط؟ موضوع دونجا ده هو موضوع جديد ومثير للجدل في الشارع الكروي. هو خرج تسريبات عن معاقبة دونجا لاعب الزمالك بسبب ان هو عمل احتفال غير لائق في مباراة البنك الاهلي، ولقد قررت لجنة الانضباط معاقبة اللاعب 4 مباريات زائد 50 ألف جنيه طبقا للتسريبات اللي طلعت. خلاص، اولا انا عن نفسي مع العقوبة اذا حدث خطأ على اللاعب، ده ما فيش اي مشاكل خالص. اي انسان اي لاعب يخطأ سواء من الزمالك من فريق كبير او من الاهلي او فريق صغير يتعاقب، طالما انك اخطأت لازم تتعاقب. ثانيا قال لك ان اتحاد الكرة قال انا لم ارسل اي شيء الى لجنة الانضباط بشأن العقوبة، وما فيش اي حد تقدم بشكوى ضد دونجا علشان لجنة الانضباط تناقش الامر. يعني اتحاد الكرة قال لك انا ماليش دعوة خالص بالموضوع ده، انا ما عملتش اي حاجة، والبنك الاهلي نفسه ما امشي واشتكى، ما عملش اي حاجة. ولكن لجنة الانضباط قالت ايه؟ انا من صلاحيتي لو شفت اي فعل معين من حقي ان انا اجتمع واصدر عقوبة من غير ما اي حد يرجع ليا، من غير ما اي فريق يرجع ليا. خلاص، يبقى احنا هنا ان لجنة الانضباط ديت قالت الكلام ده. ان طيب هي شافت ايه؟ الفيديو. طب هل الفيديو ده سليم؟ هتشال. هل الفيديو متقطع بطريقة معينة ان هو يدين دونجا؟ ممكن. وهل الزمالك هيسكت؟ وهل ادارة الزمالك هيسكت؟ وهل رئيس نادي الزمالك هيسكت؟ طبعا ده في الوقت الحالي محدش هيعرف ايه اللي هيجي. ولكن
لو احنا اتكلمنا في لاعب تاني عمل فعل فاضح من شهر واحد اللي فات، وحتى اللحظة دي ما تنفذتش العقوبة، وهي 12 مباراة ومليون جنيه غرامة. مين ده؟ كهربا. هل حدثت أي عقوبة؟ ما حصلش أي حاجة لغاية دلوقتي. هل ده وضع طبيعي؟ لا، ده مش وضع طبيعي. هل عقوبة بقى هنا هنتكلم في عقوبة دونجا، هل ممكن فيها استئناف؟ لا. ليه؟ لأن عقوبة دونجا هي 200 ألف جنيه وأربع مباريات. لو أنت أقل 50 ألف جنيه سوري وأربع مباريات. لو أنت أقل من 200 ألف جنيه ما تنفعش تعمل إيه؟ استئناف. ولو أنت أقل من 6 مباريات ما ينفعش تعمل استئناف. يعني هو دلوقتي الزمالك ما يقدرش يعمل استئناف على عقوبة دونجا لأنها 4 مباريات. عشان تعمل استئناف لازم يكون 6 مباريات، وعشان تعمل استئناف لازم يكون 200 ألف جنيه. هو واخد 50 ألف جنيه فقط. طيب لجنة الانضباط نفسها قالت إيه؟ أنا سلمت القرار قبل العيد إلى اتحاد الكرة المصري، ولكن اتحاد الكرة المصري لم يخطر به نادي الزمالك للآن. طب في هنا مشكلة قضائية غريبة جدا. طبعا الأهلي معروف إنه قام بقضية على عدم شرعية لجنة الانضباط. طب دلوقتي لو اتحكم على لجنة الانضباط إن هي غير شرعية، وفي نفس الوقت دونجا اتعاقب ب4 مباريات و50 ألف جنيه، إيه الوضع بعد كده؟ ما هي لو اتحكمت، ولكن محدش يعرف إيه قرار المحكمة اللي هيحدث بعد كده. يبقى هنا اتحاد الكرة حط نفسه في مشكلة كبيرة جدا، وورط نفسه في مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن قرار عقوبة كهربا في الأول لم ينفذه، ومن هنا حط نفسه في مشكلة، لأن قرار عقوبة كهربا كان لازم ينفذ، ولو كان تنفذ ما كناش مرينا بهذه المشاكل اللي احنا بنمر بها في الكرة المصرية بهذا الوقت. اتحاد الكرة ده أولا مش عارف يدير الكرة المصرية، 2 عامل مسابقة غير منتظمة، 3 غير عادل ما بين الفرق، أفقدوا المنتخب المصري هويته. المنتخب المصري ليه؟ لأنهم بيفضلوا النادي على المنتخب، نادي واحد، بيفضلوا نادي الأهلي على المنتخب، عدم احترام اللوائح والقوانين. لجنة الانضباط نفسها فقدت هيبتها، ما عادش لها قيمة. جعلوا لاعبو الأهلي نفسهم فوق القانون، يعني خلوا نادي الأهلي فوق القانون. طب في نادي في الدنيا متأخر له 8 مباريات، يعني الدوري هيخلص مرتين، في فرق هتخلص 16/7 وفي فرق هتخلص الاهلي هيخلص كام؟ 27/7. يعني في ناس فرق هتخلص 16/7 والاهلي هيخلص كده. ده دوري عجيب جدا، دوري ملوش اي لازمه. هل الزمالك سينسحب من القمه في حاله ان هم قرار بان دونجا يتعاقب؟ ممكن جامد جدا يحدث. وتلاحظ كمان ان وقف دونجا هو قبل القمة اللي هو يوم 13 يوليو، ولذلك هم اخذوا القرار ده علشان يضعفوا نادي الزمالك ويوقفوا دونجا، بحيث ان دونجا ما يلعبش المباراة القمة. ولكن الزمالك هيسكت؟ لا اعتقد ان الزمالك هيسكت ولا رئيسه هيسكت، وباذن الله الزمالك هياخد حقه. شكرا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله.